جاء من مدينة الناصرية قاصدا البصرة لزيارة أخواله في قضاء الزبير والبحث عن فرصة عمل. إنه ماجد الرجل الساعة، هكذا يسمونه هنا، لأنه يحمل في رأسه ساعة ربانية تمكنه من معرفة الوقت بالدقيقة والثانية من دون الاعتماد على حركة الشمس والظل. وبالرغم من أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أن الناس في الشارع ورجال الشرطة والموظفين يضبطون ساعاتهم وحركتهم على رأس ماجد. بالليل ودع عليه المحافظ قال خلينا نختبرك، شنو انت؟ هنشوفك شلون تعرف الوقت. نص الليل قاعد انا بس قلت له 11:30 قال شنو انت ماتيك؟ ودوا عليه لمن بالليل قبل على قال اختبروني بس ساعه، خلونا 7 ايام غرفه ظلمه. نص الليل بس قلت له بساعه ب2 قال شنو كمبيوتر؟ يقول ماجد إنه يتحدى توقيت غرينتش في دقة توقيت رأسه. هذا طبعا إذا كان طعامه لحما أو دجاجا أو سمكا، إلا أن ساعته تبدأ بالتأخير والإنقاص كلما أكل باذنجانا أو بقوليات. اصطحبناه إلى المطعم فحول نصف دجاجة إلى بقايا عظام ليضبط عقارب رأسه. يعني بناكل لحم مضبوط، بناكل باذنجان نقوم نقص، بناكل فاصوليا عدس اخربط. يعني ايش قد الفرق يصير عندك؟ يعني انقص 3 دقائق 4 بساعة هسه 11 الا 8 دقائق. ماجد ساعة بشرية تمشي على قدمين، ليست لها عقارب ولا بطارية ولا شاحن، بل له قلب. ماجد في 27 من عمره، أخ ل6 فتيات وأبواه شيخان. حلمه الوحيد هو إيجاد وظيفة تمكنه من إعالة أسرته والزواج من امرأة يشبك دقات قلبه مع دقات قلبها. من قضاء الزبير في البصرة، علي خلف، العربية.